فالأحاديث لم تدون إلا سنة 150. أما قبل هذا فكانت تتداول شفاها. نعم. بيقولوا إن كان عبد الله بن عمرو بن العاص كتب إنه كان في سيف، في قرابة سيف علي بن أبي طالب كلام إن الرسول قال لواحد اكتبوا لأبي شاه، عجبته خط. هذه الأقاويل تدل على أن الكتابة كانت استثناء، ولكن الأصل هو عدم الكتابة، فضلا عن أنه هناك أحاديث صريحة: لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني فليمحو ما كتبه. الشيخ رشيد رضا رحمه الله ناقش الأقوال التي تدعي أن السنة كتبت من أيام الرسول، والأقوال التي تقول أنها لم تدون إلا بعد 150 سنة، ورجح تماما أنها لم تكتب إلا في هذه الفترة. خلينا نقف عند النقطة دي يا أستاذ جمال، وتسمح لي أقول لحضرتك إنه هل البخاري ومسلم والفقهاء الأوائل والفقهاء المعاصرين ومجمع البحوث الإسلامية وكل العلماء وفقهاء الدين ما يعني وعلم الجرح والتعديل وإلى آخره، كل دول يعني ما استوعبوش اللي حضرتك بتتفضل بيه؟ لا 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 أبدا استوعبوا. أمال إيه؟ هم ثمرة ليه؟ فاهمني؟ الحدث اللي الرسول لما كان في المدينة، مجتمع المدينة ساذج، مجتمع بسيط جدا، دولة مدينة، فكانت الحاجة محدودة، فلم يتحدث إلا عن موضوعات يعني محدودة الموضوع. بعد هذا تحولت دولة المدينة إلى إمبراطورية بتغطي معظم دول العالم. نعم. في وقت سريع جدا، أقل من 50-60 سنة، وبقت أبواب مفتحة على كل الملل والنحل والعقائد الموجودة في العالم، وبقى مجتمع له احتياجات عديدة جدا. في دولة إسلامية القانون بيستمد من القرآن ومن السنة. نعم. القرآن زي ما احنا قلنا بيذكر الكليات ولا يتناول التفاصيل، يبقى ما فيش إلا السنة إلا عليها أن هي مفسرة وشارحة ويعني كما ذكرت لكم ان مجتمع المدينة كان ساذج، غير المجتمع الكوزموبوليتاني ده بتاع الامبراطورية. هو كان مجتمع عصره، مجتمع واسع جدا. نعم. وبعدين زي ما انت قلت كمان حته حلوه، مجتمع عصره، يعني عصره يمكن يختلف عن عصر الرسول. تمام. في الدولة الإسلامية القانون هو اللي يستمد من القرآن أو من الرسول. قلنا القرآن مش بيذكر تفاصيل، قلنا إن ما قاله الرسول بالفعل محدود. هنا نشأت مشكلة. ضروري من أحاديث يمكن بناء الأحكام المطلوبة التي يتطلبها الوضع الإمبراطوري للدولة لكي تستند إليها هذه الأحكام حتى تكتسب الشرعية. خلينا نقف عند النقطة دي. اتفضل. واقول اللي انا فهمته عشان حضرتك تقول لي اتفضل. اللي انا فهمته صح ولا لا. اتفضل. حضرتك بتقول لي انه نتيجة اتساع حجم الدولة الإسلامية بالضبط. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، بالضبط. وان الموضوعات اللي يتكلم فيها عليه الصلاة والسلام هي موضوعات محددة لطبيعة المجتمع في هذا العصر. تمام. ومجتمع يعني مجتمع عصره. بالضبط. انه نشأت حاجة لمواجهة الامتداد والتوسع والتشعب لأحاديث لم تكن موجودة وأنها وضعت بعد ذلك. بالضبط، ده اللي حدث. طب أنا معلش تاني هقول لك في هذه الحالة، معلش يعني أنا إيه اللي يقول لي إن اللي حضرتك بتتفضل بيه هو صحيح؟ أقول لحضرتك يعني ليه هصدق الأستاذ جمال البنا وهكذب البخاري وهكذب مسلم وهكذب كل الفقهاء والعلماء والإجماع؟ يا سيدي اتفضل. الأحاديث اللي كانت موجودة في عهد الإمام أحمد بن حنبل كانت تصل إلى 1,000,000 حديث. يقولوا الإمام أحمد ألم ب1000 حديث. كويس. منهم جم 1000 حديث، واحنا اتفقنا إن مجتمع المدينة كان ساذج، ولو إن الرسول نفسه أمضى كل حياته يتكلم ما كانش هيتكلم 1,000,000 حديث. إن البخاري عمل كتابه من 600,000 حديث. إن الموطأ من مش عارف 500,000 حديث. كويس.
الملايين طب ما هو المليون دي تم جت تنقيتها، منين؟ تم تنقيتها وتم بتتناقل تنقيتها. مش يا سيدي هي كانت فين؟ جت منين؟ احنا الاحاديث اللي فيها اللي ابو بكر اهتدى اليها كان في عهده 500 حديث. طب هسأل سؤال تاني يا استاذ جمال. اتفضل. هو الحديث ده مش له اصول لروايته؟ ليه اصول وكل حاجه. السند بيسند لمين، وانه كل سند ده ممكن متصل. ان يوضع في وقت لم تدون السنه الا بعد 150 سنه. طب ليه حضرتك بتقول كل ده ممكن ان يوضع وكل الفقهاء الحاليين يا موافقين؟ سيدي ضرورات الحياه فرضت. اقول لحضرتك اضرب لك مثال. اتفضل. كيف يمكن وضع الاحاديث يعني حسبة كما يقولون تقربا الى الله. ناس وجدوا ان الناس انصرفوا عن القرآن الى الفقه، فوضعوا احاديث في فضل كل سورة. حديث من قرأ هذه السورة بنى الله له بيتا في الجنة. حديث من قرأ هذه السورة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، حديث الى اخره. قالوا للناس دول انتم بتكذبوا على رسول الله؟ قالوا لا احنا مش بنكذب على رسول، احنا بنكذب لرسول الله، يعني مش على حسابه. ليه ده كلام حسابه؟ مدون، ده كلام مدون ثابت اللي حضرتك بتقوله طبعا ده؟ دول يقول عليهم الوضاع الصالحون ومعروفين كده. فدول ناس وجدوا وسيله غايتهم رأوا انها نبيله، انها تجعل الناس يقبلون على القرآن، ولكن الوسيله كانت خاطئه وكان كذب على الرسول. بس وجدوا ان فيه حاجه تدعوهم الى هذا. دلوقتي القوانين الكتيره، الحاجات الكتيره دي اللي نشأت في الدوله الامبراطوريه اللي دخلت فيها مختلف النحل ومختلف الملل، ويعني مش بس انها اتسعت، لا تعرضت لغزو عقائدي من كل العالم. نعم. وحالات عديده جدا. من اين يوجد لها السند التشريعي اللي تبنى عليه الاحكام؟ القرآن محدود ومعروف وكليات، ما فيش الا السنة. السنة ايضا معروف محدودة. يبقى ناس عملوا احاديث لخدمة ايوه ما حضرتك بتقول وللوفاء. لحظة واحدة بس يا استاذ جمال، حضرتك بتقول لي ان السنة محدودة. طبعا. منين؟ لأن يعني هذا القطع، لأن السنة هذا القطع كانت في مصدره ايه؟ لا يا سيدي، السنة من المدينة. كويس. انتهت بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص. كويس. قلنا انها كانت محدودة بحكم سذاجة المدينة، وبحكم انها مدة المدينة في مدة الرسول في المدينة 10 سنوات، وبان الحاجات كانت بسيطة. بس كان في ناس وكان في يعني ما حياة كانش وكان بالملايين يا سيدي، يسألوا وبيجوا يسألوا وكان ابدا مطلقا ما كانش فيه بعشرات الالوف ومئات الالوف. دي ظاهرة يعني تطلبتها ضرورة الاشياء، زيادة العمران، زيادة الحاجات، الحاجة الى سند تشريعي. يبقى ضروري يعملوا كده، كأنهم زي بالظبط الوضاع الصالحون اللي بدأوا يعملوا احاديث في فضائل السور ترغيبا للناس. هنا وضعوا الاحكام سدادا للضرورات، وباعتبار انها اقرب ما تكون الى ما رأوه انه ده قبل البخاري ومسلم ولا بعد البخاري ومسلم؟ في فترة البخاري ومسلم. فالبخاري عمل ايه؟ البخاري بقى وجد احاديث زي 600,000 حديث. هتاخدك مثال. لما البخاري وضع الكتاب بتاعه المسند بتاعه الصحيح 7,000 أو 5,000 حديث، ليه طريقة يقطع الأحاديث وعين. طيب بقية ال 600,000 حديث دول ليه ما أثبتهمش؟ مش في أحاديث ضعيفة وأحاديث اللي أنت قلت أهو موضوعة هي دي الأحاديث الضعيفة والموضوعة. أحاديث أحاد وفي كل هذه لا لو كان على الأحاد كلها أحاد يعني الحديث بتاع الأحاد هي اللي عليه بتبقى اللي يعد كلمة صحيح، فاهمني؟ ويمشي عليه أحكام. فكل هذه الأحاديث لم تكن موجودة في عهد الرسول، ولم يتحدث بها الرسول قطعا، لأنه ما كان وقت الرسول نفسه يسمح بأن يتحدث مليون حديث. طيب هذا وجد بقى العملية دي. ما هنا أصلا عشان البخاري يا سيدي دي نقطة حاسمة يا أستاذ جمال. هذا الجزم والقطع بأنها كلها موضوعة. أيوه ما أنا فاهم كلها موضوعة. ما أنا هقول لك أهو. لما جه بقى البخاري طلع الأحاديث دي، وجد هذه الأحاديث
صحيحة. كويس. من كام؟ من 600,000. كويس. يبقى احنا لما بنقول ان ظاهرة الوضع استشرت، ووضع يعني وضع، فاهمني؟ بدليل ان 5000 حديث من 600,000 حديث